يلا نعمل مع بعض فراخ محشية في الكيس الحريري من غير ولا هنسلق ولا هنبهدل الدنيا خالص. ومش هنقعد بقى نسلقها ونطلعها من السليق ونحطها في الصينية عشان تحمر والكلام ده. لا، احنا هنعملها في الكيس الحريري. وزي ما انتم ما شايفين بسم الله ما شاء الله طلعة جميلة جدا وكانت مستوية. ومش قادرة اوصف لكم طعمها وريحتها كان عامل ازاي. والصدر بتاع الفرخة بصوا يعني كان مهري جدا جدا. ما كانش ناشف ولا كان مثلا ني ولا الكلام ده كله. وقعدت في الفرن خدت حوالي ساعة ونص. ساعة ونص في الفرن. هنا زي ما انتم ما شايفين، يلا نسمي الله ونصلي على الرسول وهقول لكم هنعمل ايه. هنا جبنا بقى الحلة بتاعتنا حطينا فيها مع هنحط سمنة زي ما انتم ما شايفين كده. حابة تحطي سمنة على زيت حطي، حابة تحطي سمنة بس حطي. فاللي انت حباه، حابة تعمليها بزيت بس اعملي، حابة تعملي بسمنة اعملي. فده او ده كله برضو ايه يعني كويس يعني، وهيكون شغال معاكي ما تقلقيش. لو اول مرة تشوفيني ما تنسينيش في لايك واشتركي في القناة ودوسي على كلمة الكل عشان يوصلك كل جديد. طبعا انا نزلت بشوية زيت زي ما انتم ما شفتوا. وهنا هننزل بكمية البصل اللي احنا حاطينها. انا حاطة بصلاية كبيرة. تمام. لو هتعملي فرخة واحدة اعملي بصلاية وسط، انا عملت فرختين فحطيت بصلاية كبيرة جدا زي ما انتم ما شايفين. هنا بقى هنمسك البصل هنقلبه كويس لحد ما يدبل معانا. وبعدين هننزل بالكبدة بتاعتنا. الكبدة والقلب بس يا جماعة. طبعا بنبقى غسلينها ومنضفينها كويس وكده عشان خاطر ما يكونش فيها اي ريحة زفارة. وبننزل ايه بيها. هنا بقى التوابل بتاعتنا بهارات فراخ وبابريكا وفلفل اسود وكركم وملح وبصل بودر وحبهان مطحون وواحدة مرقة دجاج. دي كانت التوابل بتاعتنا. طبعا هنقلبها كويس. اول ما بتنزلي بالكبدة وبالتوابل بتشم ريحة حلوة قوي. زي ما انتم ما شايفين انا جايبه فريك الضحى، بلاش الفريك السايب يا جماعه عشان خاطر بيكون فيه حصى. في حصى فاستخدموا الفريك الضحى نضيف جدا عشان تبقوا عارفين، ولا بتنقيه ولا اي حاجه خالص. يا دوبك بتغسلي شويه وممكن ما تغسلهمش. وبتنزلي على الكبده والبصل بعد ما بياخدوا تقليبتين كده. بننزل بالفريك بتاعنا. وبنفضل بقى نشوح كده ايه الفريك في الكبدة والبصل. وبعدين بننزل بكوباية مية. بنسوي الفريك ده 3/4 تسوية. تمام. وبعد كده بنبدأ ان احنا نحشي بيه الفريخ. ما تنسونيش في لايك، واللي ما اشتركتش في القناة تشترك وتدوس على كلمة الكل عشان يوصلها كل جديد. ويا ريت تشيروا الفيديو لاصحابكم وحبايبكم. وما تنسونيش في لايك عشان الفيديو يكبر. بصوا. طبعا انا دقت الحياء بتاعها، لو حابه تزودي ملح على حسب الحياء اللي انت حطاه. حطي بقى الملح وحياي ايه الفريك بتاعك على حسب الحياء اللي انت بتحبيه. انا كنت كده حيقته. خلاص بقى هنغطي الحله. وبعد شويه هنعريها وهنشوف الفريك معانا اتشرب. وهنكون موطيين عليه زي الشمعة كده ان المية اللي فيه دي تتشرب. وبعد ما هيتشرب هنفضيه بقى في حاجة. هنكون طبعا معانا الفراخ بتاعتنا غسلينها كويس او منضفينها. الفرخة يا جماعة 1.5 كيلو. حابة تعمليها 2 كيلو. انا بعمل برضو الحجم دوت، ساعات بعمل 2 كيلو وساعات بعملها 1.5 كيلو. بصوا. مش مفيش حاجة يعني ايه، مفيش حاجة اسمها مثلا مش هتستوي معاكي، لا هتستوي معاكي. وهيبقى الصدر بتاعها منسل جدا وهيكون طري وهيكون مستوي جدا. اللحم بتاعها هيكون مستوي جدا. بصوا هنا طبعا انا بدأت ان انا احشي بالمعلقة عشان خاطر الفريك بتاعي سخن شوية. تمام. هنحشي كويس بقى. وبعد ما هنحشي هنجيب القناصة نسد بيها الفريك كده. وهنقفل الفرخة عكس عكاس برجليها. طبعا المرحلة دي اتقطعت مني. هعمل ايه؟ هروح جايبة الخيط والإبرة ومخيطوها. بصوا اتقطعت مني. فانا كده مش هعرف اعمل اي حاجة غير الخيط والإبرة وهخيطها. وبعد كده هبدأ ان انا ايه هحشي من الصدور شوية.
وبعدين هحشي الفرخة التانية. تمام. بصوا انتوا لما تخيطوها خيطوها كويس، وشبكوا الرجلين في بعض، وخيطوهم كمان عشان خاطر ما تفضلش مفتوحة كده. لا، احنا هنضم الرجلين على بعض زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا ايه، انا قعدت اخيطها واحده واحده زي ما انتم ما شايفين، عشان خاطر انا قطعتها وانا بشبكهم في بعض. جربي الفرخة في الكيس الحراري من غير سلق، هتعجبك جدا جدا، وهتطلع معاكي حلوة قوي ومشوية، وهيطلع الصدر بتاعها مش ني، هيكون مستوي بسم الله ما شاء الله، هيكون زبدة كده. ويا رب وصفتي النهارده تعجبكم، وما تنسونيش في لايك. بصوا طبعا انا كتفتها ازاي زي ما انتم ما شايفين، ولفيت الخيط حوالين رجليها، وبعد كده رحت مخيطه ايه يعني خيوطه واحده كده، وهبدا ان انا ايه هقطع الخيط بتاعي. تمام. هنا بقى هبدا ان انا هفتح الزور شويه، ان انا هحشيه. حابه ان انتي تحشي الزور احشيه، مش حابه ما تحشوش. بس انا بصراحه كنت عامله الفريك وطلع بزياده، فانا حشيت الزور لاني احنا بنحب الفريك جدا. هنا بقى بصوا كنت بجيب بقى الكيس الحراري. طبعا الاكياس الحراري دي احجام، انا جايبه الحجم الكبير، فهحط في الكيس دوت الفرختين. بصوا هنحط اول واحده، وهنحط التانية عكسها. تمام. وبعد ما هنحط الفراخ هنعمل ايه بقى، ان احنا هنربط الكيس بتاعنا ده كويس. طبعا مع الكيس الحراري فيه رباط، فانا مش هستخدم الرباط، انا هربطه بايدي. بصوا زي ما انتم شايفين انا حطيت واحدة وعكسها التانية. طبعا هنا بقى ايه هربط الكيس بايدي، مش هربطه بالرباط. وبعد ما نربط الكيس، بصوا بعد ما هربط الكيس بقى ماشي، هجيب سكينة وهحاول ان انا هخرم الكيس بتاعي ده شوية. لازم نفتح له تفتحات كده ايه من الجناب كده. بصوا يعني عادي، يعني لو جت حتى في الفرخة كده عادي زي ما انتم شايفين كده فتحناها. هنبدأ بقى ان احنا نحط كوباية مية واحدة بس، وهندخلها في الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة ونص، ساعة وتلت بالظبط، مش هتاخد معاكي كتير. تمام. هي طبعا هتنزل السوائل بتاعتها، برضو الفراخ هتنزل السوائل بتاعتها. تمام كده. هنحطها على درجة حرارة 200 في الرف اللي هو من تحت خالص. هنا بصوا كنت انا هنا طلعتها، بس كان الكيس سخن جدا. طبعا انا قدمت معاكم واحدة، وواحدة راحت لصاحب نصيبها. تمام. كان حد مأمني لما اعمل فراخ لازم يدوقها، فانا عملت الاتنين، واحدة عملناها كلناها، والتانية الف هنا وشفا على اللي كلها. بصوا طبعا زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا بصوا بسم الله ما شاء الله، انا فتحت شايفين الجناح بتاع الفرخة مستوي معايا ازاي. دي كانت وصفة اليوم، ورب وصفة اليوم تعجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.